طب وبعدين عشان احنا قصتنا حزينه وطويله، احنا مطولين مع بعض، انتوا بقى متابعين وانا بلوجر من حزني المغري ونصيبي الاسود. انا بلوجر اختي، دي شغلانتي. عارفه بقى انا لو عندي ماي بزنس او عندي مثلا شغل بيدخل 30,000 باكل يخلصوا اقساطي ومتطلباتي واللي عليا، مش عايزه افضح نفسي. انا اصلا مش عايزه اتكلم، تمام؟ لو انا لاقيه كده صدقني اقسم بالله في الاكونتاتي دلوقتي، مش عايزاه. خصله باينه من شعرك، رقبتك، لا انتي بالحجاب اخده ترند، انتي بتتقهقري لورا وبتنطري لقدام، ولا اله الا الله، والناس اللي طالعه عليا عماله تسيح. ايه يا جماعه، في الذنوب غير الحجاب؟ يعني انا عايزه اعرف النم والسرقه والسواد النقع والغاب، مش عايزه اتكلم يا جماعه. دي مش ذنوب، دي مش حاجات يعني ذنب كبير. الناس اللي ما بتصليش فرض ده برضه عادي، سايبين الدنيا كلها تسلط وتملط، والبت اللي تتحجب خلاص بقى دي بتاعتش، خلاص بقى. الناس الفاضيه يقعدوا بقى. الانبياء اللي عندي شويه انبياء تخص خلاص. ايه ده اتحجبت؟ مش معقوله. مع ان اختي لما كنت بالنص القم والمطلون ومش عارفه ايه والدنيا في السكسيك خالص، كنت قليل الدنيا جميله. اكن اللي مثلا اللي مش محجبه دي معاها تصريح، خلاص انتي مسلمه بس هي مش محجبه قشطه. فايه الدنيا بقى؟ ايه الدنيا؟ الناس الفاضيه اللي انتي كل ما تنزلي اي حاجه يقوموا داخلين بقى وانتي مش بتقبلي النصيحه. دي نصيحه؟ احنا بننصحك يا حبيبي، يا رب لا اله الا اتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. بجد ازاي مش بيقولوا النصيحه على فضيحه؟ ولا انتي الاسلام عندك متجزأ؟ قوليلي. وكاتبه لها وليه عريضه؟ ده ايه الفاضه ده؟ انتي وليه فاضيه يا بنت؟ لو انتي نص الفضل اللي عندك قسما بالله كنت زمان دلوقتي مساركه نجيب سويرس او ابو هشيمه. والناس بقى اختي بصي بيسالوني روين، اصل الناس اخدتي قدوه. قدوة ايه يا بنت؟ وانتش داخله على قناه المجد يا بنت؟ انا مش داعيه اسلاميه، انا ما بقولش داعيه اسلاميه، ولا قلت ان انا مصطفى حسني. اختي عندك قنوات جينيه، عندك يوتيوب، عندك حاجات كتيره قوي. خش اختي اتفرجي، انا واحده على الله محدش يقتدي بيا. وفي نفس الوقت انا واحده بجاهد. انا كنت على الدنيا بلبس حته يمين حته شمال، انا عاديه باكل واشرب واشخ، مفيش مشكله خالص. ما تفهمه، ما تحسسنيش ان انا حاجه. لا يا روان، اصل طبيعينا يا اختي. ما تربي عيالك يا وليه، ما تربيهم اوليه. هو انت عايزه تتجوزي والراجل اختي يصرف وانت قاعده؟ ما تربيهم اوليه. يعني انت ابنك دلوقتي تفضلي قاعده كده لما اخلص على الامبوله وعيالك ماسكه التليفونات تتابع، وانت هتقولي اصل رواني ايه اللي خلته يعمل كده وانت فين؟ يبقى انت ما تتجوزيش ولا تعيشي، انت عايزه تعرفينا انت وعيالك. انت اختي فرقي بين ان انت تكوني متابعاني وانك تكوني تابعه ليا. انا مش بقدم محتوى هادف. روان خلي بالك حجابك بيتزحزح، خلي بالك بجد، والشيطان بياخدك لطريق الدائري. ده خدك الدائري بت اصلا. انت مش عرفك انا رايحه فين وجايه منين؟ دخلتي بيني وبين ربنا ازاي؟ انا واحده بصي كنت بحاول. انت جهاد ان انت ازاي الناس دي بجد بقيت دماغها فيها ايه؟ فيها قصقاصي. انت ايش عرفك انا بعمل ايه؟ طب ما انا ممكن واحده بتبين سوري مش عارفه ايه، بس انت ممكن تقولي ذنوب اكتر مني، بس انت متداريه. لكن انا قصتي حزينه بلغه وحزن مغلي. قصتش اعمل ايه نصيبي الاسود ان انا اجتمع مع الناس دي. لكن انا اعملكم في شارع سلام بقى، يا سلام بيبقى فرح جنب طهور. لو بنت على السوشيال ميديا، وده كتير بقى شفتوه، تبقى لسه متحجبه تمام، بس بقى ممكن تبين خصله من شرخش تلبس تربون مش عارفه ايه لسه برضه. والشيطان ساعات يعني فاهمه بيجي ويروح ويجي ويروح. ما انت بتكذب، ما توصليش، ما انت ممكن بتنمي، ما انت ممكن بتعملي حاجات كتيره غلط، فاهمه؟ ولا هو الحجاب اللي ضاغطين عليه قوي المحجبين دول شايفين ان هم دول خلاص اللي هيطلعوا المسيح الدجال؟ انا مش فاهمه يعني. طبعا على الاقل خدت خطوه بتتحجب، مبوظه الدنيا شويه، بس حتى في حته جواها فخليها تفكر في نقطه زي دي. فتخلوا البنات بدل ما هي بتاخد خطوه وان هي بتروح وبترجع بس على الاقل خطوه في بالها تقلعوا، تقول لا خلاص انا من كتر الضغط ارحم لي ان انا اقلعه وارجع عادي، ابقى بقى بلبس والدنيا بايظه خالص تمام، وابقى ما افكرش اصلا في نقطه الحجاب دي ولا اعرف ان هو فرض ولا اي حاجه من دي. خلاص ارحم لي من ان هي تبقى محجبه. فبتعكسوا الدماغ وتخلي الناس تستسهل الوحش. فهم اخشى حاجتين ما لهمش تالت. انت حاجه مضايقاكي حاسه ان هي اوفر مش عارفه ايه، اعمل ايه؟ اسكيب اكيد، اخش اقل ادبي واستمك واقول لك انا براحتي عشان دي السوشيال ميديا وانت عارضه حياتك. عارضه حياتي عشان حاطه صورتي، يعني انا حاطه صورتي فانا عارضه حياتي. يعني لو شفتك في الشارع حق اديكي مقص اخليكي تبريكي على واسك واقول لك اصل مشيتك مش عاجباني. لا مشيتك مش مشيت محجبات. لا اشوفك اديكي قلم اسفك على وشك اقول لك لا حاطه رز صح، اصل هي معرضه حياتها فانا حق اهزقها واهينها واصيبها عادي صح. فانت مش حاجه مش عاجبك سكيبي.
قله ادب يبقى انت واحده قلت الادب، مش انا بقى اللي قلت الادب، خلي بالك. بس عايزه اقول لك مدكنه للحبايب وانتي تستاهلي. الحاجه التانيه بقى ياما عماله تقولي اصل قدوه ومش قدوه، كل واحد وعلى حسب بيته. هل انا اللي الطريقه اللي بتكلم بيها وهل عيشتي او هل حياتي زي حياه حضرتك؟ هل شبه مثلا طريقتك؟ كل واحد مختلف، كل واحد على حسب بيته. دي بقى بتاعتك مش بتاعت اللي جايبيننا. ولا بعتمد على نفسي شخصي بلوجر ولا القصص اللي انا لقيت نفسي اتحطيت فيها دي. انا واحده على الله بطلع اعمل فيديوهات كده اهو اضحك واهزر. فانت فرقي بينك انت تكوني متابعاني وطبعا عليا يا انت لاغيه شخصيتك وعايزه تبنيها عليا، وفي الاخر تيجي تقولي شخصيتي بايظه يا روان بسببك. يا وليه بقى ما تنفخوا نفسك يا جماعه، الله يستركم. كلمه بقى للبنات الغلابه، سيبكم من الناس بقى اللي من تحتيهم خرا ومن فوقيهم خرا ويقولوا افيه، سيبكم منهم. عشان انا شفت مؤخرا في بنات كتير قوي قالت الحجاب، تمام؟ وانا بقول الكلام ده ممكن ناس ما تتقبلوش، انت حر يعني، فاهمني؟ بس مش حر حضرتك تشتمني. انت خدتي خطوه لقدام، تمام، فكرتي في الحجاب، فكرتي فيه، تمام. طب انا روان الدنيا متذبذبه معايا، ببين شعري، بحب مش عارفه ايه، احنا اصلا مخلوقين للزينه ومعروفين ان احنا الستات غلطاتنا كتير، مش مهم. بس انا بفكر ما ارجعش ورا، ما يجيش امسك الطرقم لا خلاص شرايح دماغي، لا انا ممكن احسن. الشيطان ساعات عادي، ما الشيطان ساعات بيخليكي تعملي حاجات كتير غلط بعيد عن الحجاب. هو احنا سايبين الدنيا كلها وماسكين في الحجاب؟ ما في بنات مش محجبه ممكن يكونوا احسن عند ربنا مني وانا محجبه. ما ترجعوش لورا، حاربوا الشيطان وهم دول صياصين انت شايفاهم بني ادمين يا وليه. اسمعيني بس، ما تقعديش اي حد يذبذبك كده. المهم ان انا بجاهد مع نفسي، وربنا قال لو مديتيلي ايد امدلك دراع. ثقي في ربنا. يعني الصلاه فرض، الصلاه فرض، بس هل اللي بيصلي الفرض والسنه وقيام ليل زي اللي بيصلي مثلا الظهر والمغرب بس، زي اللي ما بيصليش خالص؟ لا، كلها درجات، وكل واحد ما بينه وبين ربنا. وربنا بقى اللي قادر يقيم احنا على ايه. انت بقى صليتي ظهر وعصر ومغرب ونسيتي العشاء، طب انا نسيت العشاء كده يومي ما اتحسبش؟ لا، اصل انا ما بعملش، ما بصليش صح، ما اصليش خالص. ولا اقعد اجاهد يوم في يوم، مره هصلي العشاء مره هنام؟ جاهدي نفسك، خدتي فرض مش متظبط ما تسيبوش خالص، لا حاولي تظبطي فيه. سيبك من الناس يا بت، الناس يا بت سوادنا يا بت. اقعي وقفي، وقعي وقفي في مكانك ولا ترجعيش خطوه لورا.